السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. ان شاء الله الفترة الجاية هيكون فيها فيديوهات كتيرة ومميزة ومفيدة جدا بإذن الله يعني. وانا في الفيديوهات بصراحة مش هخلي فيه مونتاج كتير، لان انا بحس ان المونتاج بيعمل حدود بيني وبينك. وانا الفكرة اللي انا عايز اعملها في الفيديوهات ان هو ما يكونش فيه حدود بيني وبينك، ان احنا اتنين قاعدين صحاب عادي بنتكلم مع بعض. مش فارق بقى معانا المكان ولا فارق معانا اي حاجة، احنا بنتكلم مع بعض، بنوصل لبعض اللي احنا عايزين نقوله، وبنحل لبعض مشاكل بنمر بيها في الفترة ديت. فدوت اللي انا عايز اتكلم عنه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وده الاسلوب اللي انا عايز اطلع بيه في الفيديوهات كلها باذن الله. فلو الفكره ديت كويسه وانت متقبلها عرفني في التعليقات. موضوع فيديو النهارده مهم جدا 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 ولازم ان احنا نتكلم فيه. كان في بوست كده انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا لاحد المشهورين، ومش هقول المؤثرين وان كانوا بيأثروا بالسلب علينا يعني، ولكن انتشر بوست ليه كان بيتكلم فيه ان الشاب المفروض يشتغل 16 ساعة وينزل الجيم ويتعلم 10 لغات وما يخليش عنده اي وقت فاضي يعني، وان هو يستغل كل وقته في تعلم حاجات جديدة وفي الشغل وفي الفلوس وكل الكلام دوت. ويعني للاسف الاشخاص دولت بجد بيستغلوا الشباب اللي في الفترة ديت وبيبيعوا لهم الوهم، او هو بيستغل حماسه ممكن في الفترة ديت او حاجته للحاجة ديت. اغلبنا كشباب بيكون محتاج ان هو يبقى معاه فلوس، محتاج ان هو يكون عايش عيشة كويسة، محتاج ان هو يكون شغال شغلانه كويسه وهكذا. فهم بيستغلوا النقطه ديت فينا كشباب ويبدا ان هو يلعب عليها، ومش هيفرق معاه ابدا ابدا انت هتكون ايه موقفك او انت ايه ظروفك او اي حاجه من الكلام دوت. هو اهم حاجه ان هو يوصل اللي هو عايز يقوله، وان كان مفيد او مش مفيد ده مش هيفرق معاه اصلا. وللاسف ده بيزرع عندك فكره الاستعجال وبيحطك تحت ضغط، اللي هو انت لازم تشتغل 16 ساعه عشان يبقى معاك فلوس كتيره ويبقى معاك فلوس بسرعه وتقدر ان انت تفتح البيزنس بتاعك وتشتري عربيه ويبقى معاك شقه وحاجات تانية كتيره، وبيخليك للاسف تفكر تفكير دنيوي بحت، اللي هو بينسيك اصلا الهدف الاساسي اللي انت جاي عشانه الدنيا وهو العباده. فدوت بيشكل عندك عوامل سلبيه كتيره جدا، وده كله هيخليك دايما مش راضي عن نفسك وعايش دايما مع نفسك في صراع، اللي هو انت عايز توصل لنتائج كبيره ونتائج عالية جدا في وقت قليل جدا. وده طبعا بيكون سبب رئيسي لان احنا ما نكملش في اي حاجة بنبدأها، زي مثلا اشتراك الجيم اللي بتنزله يوم يومين اسبوع اسبوعين وفي الاخر بتقعد في البيت وما بتكملش الشهر اللي انت دفعته. وده بيكون بسبب ان انت عايز توصل لنتائج سريعة جدا وتشوف عضلات طلعت في جسمك بقى وبقيت خلاص بيج رامي في نفسك في وقت قليل جدا، ودوت مش هيحصل. والامثلة كتيرة زي حفظ القرآن اللي بتبقى بادئ متحمس جدا ان انت تختم القرآن كله وفي الاخر ما بتكملش. وعلى فكره انا كمان زيك، بس بحاول اتغلب على ده، لان انا لو ما تغلبتش على دوت مش هوصل لاي حاجه. عارف اللي هو بجري في حته شويه بعد كده اسيب الحته ديت واخش على حته تانية اجري فيها شويه، بعد كده اسيب الحته التانية ديت واخش على حته ثالثه اجري فيها شويه. في الاخر لو جيت تبص هتلاقي المحصله صفر، لان انت كل ما تخش في حاجه ما بتكملهاش اصلا، ما بتعديش ربعها وتسيبها وتخش في حاجه تانية. وده بيكون بسبب ان انت عايز تشوف نتائج لحظيه في الحاجه اللي انت دخلتها ديت، ودوت غالبا مش بيحصل. يعني هو مثلا لما بتيجي تاكل حته شوكولاته ساعتها بتدوق طعمها ده جميل ولذيذ وحلو، ولكن لما بتيجي تخش في طريق مثلا قلت ان انا هتعلم حاجه زي البرمجه، لو جيت تخش في البرمجه اكيد مش هتلاقي نتائج لحظيه في اول يوم وليله، اكيد مش هتدخل $1000 بعد اول اسبوع ولا اول شهر ولا اول شهرين من تعلمك للبرمجه، اكيد لا، الموضوع بياخد وقت. فانت ما بتبقاش صابر على الوقت اللي الموضوع بياخده دوت، فبالتالي بيكون عندك استعجال اللي هو عايز تشوف اي حاجه تجيب لك فلوس بسرعه، عايز تشوف اي حاجه تخليك ناجح بسرعه، ودوت مش هيحصل، لان النجاح طريقه طويل وهيكون مليان صعوبات وتحديات ومشقات طول ما انت ماشي في الطريق دوت. فلو انت لسه بادئ الطريق وقابلت تحدي، المفروض ان انت تواجه التحدي دوت، مش تلف وترجع تاني وتشوف حاجه تانية ما فيهاش تحدي، او ان انت لسه بادئ الطريق وبدات اول تحدي وعديته فعايز تشوف نتائج بقى على طول سريعه وان انت يبقى معاك حاجات كتيره جدا، وده برضو مش هتشوفه، فبالتالي انت بتسيب الطريق وترجع تاني، ودوت مش صح. فلازم نصبر ونتعلم يعني ايه صبر، ونتعلم الصبر على اي مشقه او اي تحدي او اي صعوبه بنواجهها. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما كانش صبر على الاذى اللي كان بيتعرض له ولا التعذيب هو واصحابه ولا التحديات والصعوبات الكتيره جدا اللي هم كانوا بيمروا بيها في نشر الاسلام، هل تتخيل ان الاسلام كان ممكن يوصل لك دلوقتي؟ هل تتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما كانش صبر كان ممكن يؤدي الرساله بتاعته ويوصلها لك؟ اكيد لا. فلازم نتعلم ده كويس جدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا ولازم نتعلم منه.
فنتعلم ان احنا علشان نوصل لحاجة احنا عايزينها لازم نتحمل طول الطريق، ونتحمل مشقة الطريق، ونتحمل صعوبات الطريق، وما ننتظرش نتائج لحظية، ما ننتظرش نتائج سريعة. احنا نعمل اللي علينا ونسعى، وبعد كده ان شاء الله النتيجة ديت بقى ايه بتاعت ربنا، هو ربنا اللي هيوفقك. ولكن انت كل ما عليك فقط هو السعي دون النظر الى النتيجة في البداية. انت بتبقى لسه بادئ، اكيد مش هتلاقي نتيجة لحظية، مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيوصل لأي حاجة، مفيش حد بيوصل للغنى، مفيش حد بيوصل للنجاح، مفيش حد بيوصل للعالمية في يوم وليلة. ده كله بياخد وقت طويل، وبياخد جهد كبير، وبياخد صبر كتير جدا منك، وتحمل على الحاجات والصعوبات اللي انت هتتعرض لها في الطريق ده. يعني انا اتمنى يكون كده انت معايا ومجمع كل النقاط اللي انا بتكلم فيها، لان يعني دي مشكلة كبيرة، والعيوب ديت فيا والله قبل ما تكون فيك، والكلام اللي انا بقوله دوت ليا قبل ما يكون ليك. اللي عايز اوصله لك من الفيديو انك تصبر، وما تسمعش من الشخصيات اللي فاكره نفسها انها فاهمه، يعني اللي موجوده على السوشيال ميديا، لان دولت انت والله ما تفرقش معاهم باي جنيه، بس انت تفرق معايا انا والله، لان احنا اخوه في الاسلام، فلازم يكون قلبنا على بعض. ولازم تاخد بالك من نقطه مهمه جدا، ان اغلب الشخصيات ديت بيتكلموا كدنيا بس، تقريبا نسوا اصلا ان في حاجه اسمها جنه ونار وحساب كده في الاخره، والسبب الرئيسي اللي احنا جايين اصلا عشان الدنيا. فلازم تركز في النقطه دي كويس جدا، وتفهم الغرض الاساسي اللي انت جاي علشانه هنا، عشان ما تسوحناش. وتاكد انك مش هتكون جامد وغني ومعاك فلوس كتيره ومعاك الشقه ومعاك العربيه من يوم وليله. عشان تكون جامد فعلا لازم تصبر وتتحمل وما تيأسش، وافهم حياه الدنيا وسبب وجودك فيها اصلا. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني انت جاي الدنيا ديت اصلا عشان ايه؟ عشان عباده ربنا. طب هل ده معناه اني بقول لك ان انت ما تبقاش جامد ولا يبقى معاك فلوس ولا تبقى ناجح في حياتك ولا اي حاجه من الكلام ده؟ بالعكس خالص، ده اصلا من الدين ان انت تكون ناجح، لان انت لما تكون ناجح ولما تكون غني ومعاك فلوس هتقدر ان انت تخدم دينك، هتقدر ان انت تنصر دينك، هتقدر ان انت تنصر المستضعفين، هتقدر ان انت تعمل حاجات كتيره تساهم بيها في دينك. فدوت بيكمل ده. ولكن النقطه الاساسيه والهدف الرئيسي الاول ان انا عايز اكسب ايه؟ عايز اكسب الاخره، ان انا ما انساش ان انا جاي هنا علشان اعبد ربنا. بقيه الحاجات والنجاح والكلام ده كله اكيد لازم تعمله ولازم تسعى له، وربنا يوفقك ليه باذن الله. فلازم تفهم ان الاستعجال خطر جدا جدا على مستقبلك، لانك لو عشت 50 60 70 سنه وكل شويه عمال تخش في حاجه وتخرج منها بسبب ان انت مستعجل وعايز تشوف نتائج، هتلاقي ان انت عشت الفتره دي كلها للاسف ما حصلتش اي حاجه، وعايش طول عمرك في معاناه، ولا فدت نفسك ولا فدت اهلك ولا فدت دينك ولا فدت بلدك. فلازم ان انت تفهم كويس جدا انك عشان توصل للنجاح لازم تصبر وما تستعجلش، وتتحدى نفسك وتتحدى الصعوبات وتتحدى هواك وتتحدى الشيطان، لان الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان عايزك تبقى فقير، الشيطان مش عايزك تبقى ناجح. فحط ديت برضو في دماغك ان انت لازم تتحداه ولازم تنتصر عليه، وما تستعجلش ابدا ابدا في الوصول للنتيجة والنجاح. وبس كده. مش عارف انا طولت عليك ولا لا، ولكن ارجو انك تكون استفدت من الفيديو ولو بمعلومة واحدة بس. شكرا ليك على وصولك لاخر الفيديو، لو انت اصلا كملت لاخر الفيديو معرفش انت برضو كملت ولا لا، ولكن شكرا ليك على اي حال. وما تنساش ان انت تشترك في القناة ديت وتشير الفيديو لاصحابك علشان برضو يستفادوا منه. يعني كان معاك محمد العشري، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.